السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب تكونوا دايما كويسين وفي احسن حال. الشرخ الشرجي والبواسير انا كنت عملت قبل كده فيديو، وان شاء الله هحط لكم اللينك تحت عن علاج الشرخ الشرجي، وحطيت لكم روتين علاجي متجرب وناس كتير قوي جربوه وجاب نتيجة، وان شاء الله كل اللي هيمشي عليه ربنا يشفيه ان شاء الله من الشرخ الشرجي. وكنت ذكرت في الفيديو دوت عن مرهم اسمه مرهم الفاين ديرم. مرهم الفاين ديرم دوت عايزه اشرح لكم ازاي هو بيشتغل في علاج الشرخ الشرجي. طبعا انا مش بقول اعلان ولا حاجه، المرهم دوت معروف وكل الدكاتره بيكتبوه، فموجود في الصيدليات، مش محتاج يعني اعلانات. انا هقول لكم هو ازاي بيشتغل على علاج الشرخ الشرجي. الشرخ اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن شق بيبقى موجود في منطقه المستقيم تحت، او جرح. ساعات الجرح ده بيبقى فيه نزيف، او ساعات بيبقى مفهوش نزيف. فالجرح دوت نتيجة ان تحت في المستقيم مش بيبقى فيه شعيرات دموية، فبالتالي مش بيوصل دم للمنطقة تحت، فبالتالي المنطقة الجرح اللي فيها مش بيلتئم بسهولة. فمرهم الفاين ديرم المادة الفعالة فيه مادة اسمها نيتروجليسرين. مادة النيتروجليسرين دول العلماء اكتشفوا ووجدوا انها بتنشط الشعيرات الدموية اللي موجودة في منطقة المستقيم، بالتالي فهي بتساعد ان الجرح دوت يلم ويلتئم بسرعة. وطبعا دوت التحسن بيبان على طول، يعني خلال 4 ايام بس. زي ما قلت لكم احنا بنمشي على العلاج لمده اسبوعين حتى لو حسينا بتحسن، بحيث ان احنا نضمن ان المنطقه الجرح يقفل كامله يعني، وما يفتحش تاني لو حصل لا قدر الله امساك. كمان عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا. الناس اللي هم بيجي لهم امساك وبيخافوا ان هم يدخلوا الحمام علشان ما يحسوش بالالم اللي بيجي لهم والمعاناه اثناء الامساك، وخصوصا لما بيبقى موجود شرخ. انا عايزه اقول لكم ان اهم حاجه كل يوم لازم تدخلوا الحمام، كل يوم حتى لو مش حاسين بحاجه، كل يوم لازم تدخلوا الحمام، طبعا مع تناول الالياف والروتين العلاجي اللي انا قلت لكم عليه. الالياف مهمه جدا جدا جدا، وهي اللي بتحرك الامعاء. مع الروتين العلاجي اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو، روحوا شوفوه ان شاء الله هيفيدكم جدا في علاج الشرخ. كمان الشرخ بيبقى مقترن بالبواسير، او البواسير لما بيجي بعديها شرخ، الاتنين بيبقوا مقترنين ببعض. فالمرهم الفاين ديرم ان شاء الله بيعالج الشرخ وبيعالج كمان البواسير حتى لو وصلت للمرحله الثانيه. فان شاء الله برضو اللي بيعانوا من البواسير هيمشوا على الروتين العلاجي اللي انا قلت لكم عليه لمده اسبوعين، واللي بيعانوا من الشرخ هيمشوا على نفس الروتين العلاجي لمده اسبوعين. حتى لو حسينا بتحسن هنفضل ماشيين على العلاج دوت لمده اسبوعين مع مرهم الفاين ديرم اللي انا قلت لكم عليه. وطريقه الاستخدام الصحيحه انا كنت قلتها في الفيديو، خلي بالكم من غير مبسم، انا شرحتها برضو في الفيديو. ويا رب اكون افدتكم بالفيديو دوت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان قناتنا تكبر بيكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.